السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض صينية الرقاق الجامدة دي. هنبتدي على طول. عندنا طبعا انا هنا عملت العجينة سهلة قوي، مش محتاجة حاجة، عبارة عن دقيق ومية وذرة ملح بس. عجنتها وسبتها 10 دقايق، وبعد كده قسمتها زي ما انتم شايفين كور صغيرة، وهبتدي افردها بالنشابة بالشكل ده. هفردها خالص، هرققها خالص. وبعد طبعا الحجم انا اللي بتحكم فيه، عايزاه متوسط او صغير او كبير على حجم الصينية اللي انا هعمل فيها الرقاق. انا النهاردة عاملاه حجم وسط، زي الحجم اللي بنشتريه من بره بالظبط، يعني يعمل صينية متوسطة او صينية صغيرة. وحتى لو هعمل في صينية كبيرة طبعا هنظبطها مع بعض، هوريكم دلوقتي شكل الصينية. شايفين الرقاق اهو، واحدة واحدة اهو. طبعا بين كل رقاقة والتانية بحط دقيق عشان ما يلزقوش في بعض لحد لما اخلص الكمية كلها. طبعا بعد ما خلصت الرقاق جبت صينية وحطيتها كده مقلوبة على عين بوتاجاز على نار متوسطة، وهبتدي اسوي الرقاق بتاعي عليه واحدة واحدة بالشكل ده. انا حطيتها كده مفيش دقيقة، هقلبها على الناحية التانية. لما تبتدي تنقط كده معايا نقط صفرة او بني، يبقى هي كده بدأت تستوي. على العين التانية انا بحضر العصاج اللحمة. حطيت البصلة وادي اللحمة ومعاها طماطم وفلفل رومي، وممكن لو عندك جزر كمان تضيفي، بيدي طعم حلو للعصاج. كده العصاج استوى معايا، وفي نفس الوقت بسوي الرقاق اهو. شايفين الشكل عامل ازاي؟ كل الكمية هطلعها بالشكل ده. بصوا طلع معايا حلو ازاي. طبعا احسن من بره بكتير، ارخص وطازة وجميل جدا. يعني انا وانا بعمله بنتي كانت بتتسلى عليه وهو حاف كده. كده انا دلوقتي حطيت الرقاق، سقيته طبعا بالشوربة، وحطيت 4 رقات في قعر الصينية، وعليهم حطيت اللحمة المفرومة. هبتدي دلوقتي احط الطبقة الاخرانية الفوقانية اللي فوق اللحمة. بسقي الرقاق كده وبحطه. طبعا الرقاق اصغر من الصينية، فانا بساوي على شكل الصينية بالشكل ده. وطبعا بين كل رقاقة او التانية او كل رقاقتين بحط رشة كده زيت على سمنة. كده انا خلصت. هجيب كوباية نصها شوربة ونصها لبن، وهكسر فيها بيضة، وهحط عليهم شوية ملح وشوية فلفل اسود، وهقلب بالشكل ده، وهسقي بيها صينية الرقاق بتاعتي. طبعا زي ما انتوا شايفين انا قطعت الرقاق، ما قطعه عشان يبقى سهل عليا بعد لما يستوي اطلعه من الصينية. هسقي الرقاق بالكوباية اللي احنا عملناها دي. وطبعا ما تخافيش لو اللبن او خليط اللبن بالشوربة طلع كتير، لان الرقاق هيشربه. وكمان لما يستوي في الفرن هيسويه وهيخليه طري وجميل جدا ومش ناشف ولا حاجة. انا كده بخليه يشربه، بزحزحه في الجناب. وطبعا دخلتها على الفرن، وزي ما انت شايفة طلعت احلى صينية رقاق جميلة جدا، وبألف هنا وشفا. شكرا وباي باي.